تجار الموت في أرض الموت. دي كانت بداية الطريق اللي احنا ناخد طارق ان احنا ازاي نروح نستكشف الحكايات المرعبة اللي انت عمال تقولها لنا دي. انت عمال تقول لنا واحد بوقف الناس و400 شخص و500 شخص وحاجات فعلا كانت مرعبة. وهنا قررنا انا وانت يا محمد لو انت فاكر ان احنا نروح نشوف على ارض الواقع. لما رحنا مع طارق وكانت الدنيا ليل، كانت المشكلة انه كان صعب جدا موضوع التصوير. لكن احنا دخلنا بالفعل، عرفنا نخش طبعا عن طريق الاتصال. اتصل بمرعي وقال له معايا 2 صحابي. في الوقت ده احنا جهزنا لبسنا اللي دايما بنلبسه مع المغامرات الصحفيه، بنطلق يعني شويه الدقن، بنلبس تيشيرتات كاب، بنخفي الملامح شويه. ممكن كمان كان الجو ساعتها حر، رشنا ميه كده وشكلنا هل يعني هدومنا الدنيا شوية. كانتش مهندله 100%. ودخلنا مع طارق، محدش شك فينا خالص. طبعا الدنيا زحمه برضو، يعني هي الفكره ان مولد وصاحبه غايب حوالي 400 500 واحد. بس هي الفكره كلها اللي انت لازم واحد يكون هو اللي على اتصال، لانه الدليل معانا. بيدخل مجموعه. يعني هو مجرد ما اتصل بمرعي قال له معايا 2، طب يلا ادخلوا انتوا 3 فين؟ احنا واقفين على التبه. طبعا في تبه كده علويه، دي بقى الحاجات اللي احنا اكتشفناها على طريق مصر اسماعيليه الصحراوي. الجانب زي ما قلنا الشمال في تبه رمليه، انت لما بتركن العربيه جنبها انت ما بتشوفش اللي جوه، بس هو شايفك لان هو على تبه عاليه. دي اول ملاحظه اكتشفناها، انه ازاي هو شايفنا. فهو بيقول له احنا معايا 2 داخلين، 2 صحابي داخلين في التليفون. فقال له ادخلوا انا شايفكم. طلعنا على التبه ونزلنا في الطريق. هو عباره عن مدق. كان اول بقى اكتشاف لينا زي ما قلنا التبه، الندرج اللي واقف فوق التبه العاليه. مشينا في المدق ده عباره عن طريق رملي من المنطقه اللي هي بتاعه المركب اللي يدخلك على بدايه البؤر الاجراميه. طبعا هي منطقه صحراويه فيها عده بؤر. اول ما دخلنا كان قابلنا دولاب مرعي. ومرعي زي ما حكينا عليه طارق انه فارش فرشه بدويه عباره عن كليم كده في الارض، والميزان وكل اللي حكينا عليه طارق احنا شفناه بعينينا. وكان في كمان حاجات زي الاعلام كده انا فاكر يعني. الاعلام دي كانت بتبقى زي اشارات، ساعات بيحطوا علم عباره عن مثلا اشاره لعلم اخضر، علم أيوة. احمر، مظبوط. بيحطوه في الطريق في المدق، يقول له ايه خش لي عند العلم، قابلني عند العلم. فزي اشاره عشان انت داخل من الطريق بالليل وداخل بالكشاف. طبعا مشهد يا جماعه يعني قمه الرعب، قمه الرعب والله. حرفيا انت داخل منطقه صحراويه، صحراء مفتوحه، مع انت اصلا عارف ان الناس اللي جوه دي ناس هربه من احكام جنائيه، مرتكبه جرائم قتل، واحد هربان من قتل. يعني انت عارف ان التاجر اللي جوه ده واحد هربان من قتل، مطاريد. صحيح. دول زي المطاريد اللي قاعدين في الجبال، انت رايح برجلك لحد عندهم. تخيلوا شكل المعامله بيبقى عامل ازاي، يعني كانت الناس دي بتعامل الناس ازاي. طبعا احنا لما رحنا وشفنا المشهد، مرعي زي ما قلنا قاعد في الارض حاطط الميزان قدامه والسلاح والبندقيه والطبنجه في ايده. ويمكن على ما اتذكر يعني كان بيزعق مع حد، كان هتحصل جريمه قتل قدامنا يعني. حد باقي له 50 جنيه عليه 50 جنيه، اشترى عدد جرامات. ف والله طلع الطبنجه كده، والله مرعي ده طلع الطبنجه من جيب الجلابيه خلص يد خلص. اللي هو يعني ايه، عندوش وقت ومش جاي يهزر. خلقه ضيق اكتر من مدمن يعني. وهو اصلا ما بيشربوش حاجه يعني. تخيل اللي بيبيع ده ما بيشربش اي حاجه من المخدرات دي نهائي. وخلقه طبعا روحه في مناخيره. ما تفهمش ليه بيستعبد المدمنين يعني، رغم المدمن ده بيجيب لك فلوس. ما تفهمش ايه العلاقه الغريبه جدا ما بينه وبين المدمن. بيستحقر المدمن بطريقه غريبه. فزعق له كده وطلع الطبنجه كده في وشه. فاتنين طبعا يعني سايب عليهم اللي هو زميلهم بقى في الكيف وما يعرفوش. قام ده قال له في ايه؟ قال له في 50 جنيه، يجيب 50 جنيه دلوقتي. قام ده مطلع مش عارف 30 جنيه وده 20 جنيه، فاهمني الكلام ده في 2016. وقام مدينه ال 50 جنيه. فخدوه كده منه من ايده من قدامه كده، قال له طب خلاص خليه يمشي من وش كده. خدوه من ايده ومشوه ايه على جنب. ده مشهد انا شايفه يعني، شفته بعيني عند مرعي ده. يعني احنا طبعا كنا وراه ومستنيين دورنا مع طارق. طبعا طارق دخل جاب لنا، وطبعا كان لازم يجيب ايه يعني حاجته.
المهم جاب الحاجه بتاعته واحنا واقفين بنتابع الدنيا. طبعا خدنا الحاجه ساحه كبيره حوالين مرعي، اللي طبعا عنده اعراض الانسحاب قويه، جسمه نشط من المخدر، بيضطر ان هو يضرب المخدر في نفس المكان. فطبيعي ان هو في حاجه بقى كمان مرعي يعملها كده جنبه، حاطط كيس كده، كيس كبير فيه السرنجات المغلفه، يديها هديه مثلا للي هو بياخد الحقن، يقول له محتاج سرنجه يديله السرنجه، فبيركن على اي جنب ويتعاطى قدامنا. طبعا شفنا بقى المنظر الصعب جدا، تلاقي شاب واقف بيتعاطى، وللاسف الشديد عند الادمان طبعا واحد مدمن بقاله مثلا 7-8 سنين حقن، فطبعا عروقه اتحرقت، بيسموها كده، بتطلق عليها كده يعني. ايديه خلاص، كان بياخد الاول في ايديه خلاص العروق اختفت خالص، خش على رجليه، على رقبته، على منطقه اسفل منطقه حساسه بيسموها الشبكيه. مشهد ده كده قدام عينينا، وبعدين ما فيش اختشى بقى، ولا شباب ولا بنات ولا ستات، المهم كله ياخد جرعاته. انا اكتر حاجه يا محمد اللي كانت بتصعب عليا والله البنات اللي هي شكلها نظيف، اللي هي راحه تقضي حاجتها من هناك. يعني انت يعني تروحي برجليكي في وقت زي ده، تمام، لمكان زي كده، وراح تشتري مخدرات او راح تشتري هيروين، فانت عارفه مصيرك. كمان كان في غير مرعي، احنا قلنا الاول بؤره مرعي اللي هو متمركز في اول البؤره ده، على بعد مثلا حوالي كيلو ونص من المدخل. بعديه على طول بقى ب100 متر هتلاقي مثلا واحد تاني ابو عمار، بعديهم ب100 متر واحد كمان عدنان، وهكذا المعلم احمد، بشار، فارس، كل لوكشة. دي اسماء. لوكشة كمان لوكشة ده يعني موضوع بشار ده برضو نفس القصه، دول قتالين قتله، يعني دول مش تجار مخدرات يا جماعه، دول قتالين قتله. كمان كان عندنا واحد خطر جدا اسمه عوده سالم، وكان شهرته كريم القاضي. يعني انت متخيل، بص بيشتغلوا ايه باسماء طبعا حركيه عشان الامن ما يقدرش ايه يا جماعه يعني ايه يتتبعهم او كده. كريم القاضي ده، كريم ده كان مشهور جدا، من اشهر التجار، وكان شاب صغير. تيجي الواحد اسمه فارس برضو، ما يجيبش 25 سنه، فارس ده كان مشهور جدا، وده بقى يعني كان له قصه لما اتقبض عليه. بيقول لك انا راجل عايق وما ببيعش غير للناس العايقه، يعني ده ما بيحبش الناس اللي هي ايه غير الطبقه العاليه، ما يحبش حد يجي يقول له اديني تذكره ب50 ولا ب100 ولا الكلام ده. ده راجل بيتعامل ايه في 5 جرام 10 جرام، لازم الناس ايه الزباين الفارهه وولاد الناس قوي، فهو ده بيقول اللي لك انا راجل عايق في نفسي. ده اللي كانت زمان بتروح له لغايه الدولاب بتاعه بالعربيه. بعربياتهم. مظبوط. وده يعني برايفت، ده راجل ايه الفي اي بي، ده كان اخر دولاب، يعني ده اخر حاجه ايه في الاسطوبات بقى. يعني الشباب الصغيره اللي بتتابعنا في مثلا يقول لك احنا هنقف عند الاسطوبايه دي، هنسهر هنا عند الكشك، دول بقى كانوا اسطوبات، بس اسطوبات بقى ايه تجاره مخدرات. الاسطوبايه الاولانيه معلم مرعي، بعديها عدنان، بعديها بشار، وهكذا لحد ما بنوصل ل فارس اللي كان بتاع الطبقه بقى الاغنياء بقى، الناس الريتش، فده الوحيد اللي كان بيسمح بدخول العربيات. كان لازم نكمل المأمورية بتاعتنا. عرفنا ان في دواليب بتبقى شغاله بالنهار، منها دولاب لوكشة ودولاب بشار. اول يوم ما عرفناش نصور، ولكن في اليوم التاني طبعا ربنا كرمنا وقدرنا ناخد كام لقطة لطوابير كلها بنات وسيدات، وكمان بيعملوا ايه بيجروا في الصحراء واحنا بنجري وراهم، يعني واحنا بنجري زي الناس دي علشان برضه ما حدش يشك فينا. وكان كمان ممنوع انك انت تبص وراك، هتبص وراك مش عارف مين اللي هيبقى وراك ممكن هيديك طلقة. بدأنا نجري زي الناس، وفي الوقت ده بدأنا نصور الصور اللي هي كان فيها بنات طالبات جامعيات، وكان في ستات، وكان في فئات مختلفة موجودة في المكان، لغاية ما خدنا اللقطات اللي احنا عايزينها. وطارق خد الحاجة اللي هو كان جاي يقضي فيها، وبدأنا الحمد لله قلنا كده بالنسبة لنا قضيت. في الفترة دي قدرنا اللي احنا نكشف كمان الدواليب اللي هي النهارية، اللي هي كانت ايه شغالة بالنهار. طبعا مشهد بالنهار كمان مختلف تماما عن بالليل، الناس موجودة بأعداد كبيرة، في ستات، كان حاجة يعني لا نتخيل، محدش يتخيلها اللي هي تبقى موجودة، ستات شعبية من مناطق شعبية،
وانا اتذكر ساعتها انا كتبت مقال الهيروين في الحي الشعبي، يعني انا كتبت مقال في جريده الجمهوريه الهيروين في الحي الشعبي. ده كان اول حاجه يعني لفتت انتباهي في المغامره، ان في ستات من مناطق شعبيه تبقى متواجده في المنطقه دي. كمان لقينا بنات جامعات لابسين لبس كويس جدا، وبرضو من ضمن المجموعات اللي اول ما صورنا ودخلنا لدولاب لوكشة وبشار، نفس القصة زي ما قلنا، ده لوحده وده لوحده، ونفس الشكل اللي كان بيعمله مرعي. هنا قدرنا من خلال الموبايل لما شغلناه على وضع الفيديو قدرنا ناخد لقطات، وهي طبعا الناس واقفة في الطوابير، ونصها. ونشرنا. جبنا طبعا جمعنا المعلومات كلها الكافية، وكان هنا بداية أول حملاتنا عن منطقة السحر والجمال تنشر في جريدة الجمهورية تحت عنوان امسك تاجر موت دموع الندم. جريدة الجمهورية تقتحم بؤرة السحر والجمال. وطبعا كان مفاجأة للأجهزة الأمنية اللي احنا قدرنا نصور المدمنين بالشكل اللي ظهر في جريدة الجمهورية. كان طبعا ساعتها كانت ناس ممكن تتكلم عن في منطقة اسمها السحر والجمال فيها تجارة مخدرات، لكن ما كانش فيه حد لسه اقتحمها بالشكل اللي احنا وصلنا له. وده طبعا الحمد لله كان بعد اكتر من حملة وكذا زيارة وكذا مأمورية طلعناها. مرة لم نوفق، المرة التانية قدرنا ناخد الصور دي كانت أكبر دليل على وجود البؤرة بخطرها ده، يعني وصلنا للأجهزة الأمنية قد إيه المنطقة خطرة. طبعا كمان جالنا الحكايات والروايات والقصص بعد ما نشرنا الموضوع اللي حاصلة في منطقة السحر والجمال. اتلقينا ساعتها قصص كتير جدا من المدمنين. قصة من القصص يا محمد اللي اتقالت لنا، كانت واحدة هي وصاحبها رايحين يشتروا مخدرات من الدواليب اللي هي شغالة بالليل. ركبت ورا الديلر هي وصاحبها، ولكن صاحبها وقف يشتري والديلر خد البنت للخيمة. احنا زي ما احنا قلنا ان المناطق هناك عبارة عن خيم، وانت بالليل مش هتعرف تعمل حاجة. واحنا كنا من شوية بتقول ان الاماكن دي مليانة قضايا مختلفة، زي ما قلنا سرقة واغتصاب وتحرش وكل حاجة. البنت دخلت مع الديلر في الخيمة. طيب انت في وقت زي كده معرضة انك انت يحصل فيكي اي حاجة مش كويسة اللي يخليكي بنت لابسة كويس طالبة راح تشتري في الوقت ده، فاكيد مش هتسلمي من اي حاجة. انت علشان الكيف هو هيعمل اللي هو عايزه، برضه هو برضه راجل قاعد في مكان هيدور على الكيف بتاعه. زي ما احنا قلنا ان الناس دي مش بتتعاطى مخدرات، ولكن هو لما هيشوفك واحدة جاية هنشوفها فريسة او ده ذئاب بشرية قاعدة ذئاب في الصحراء. بشرية. البنت دخلت الخيمة، قعدت فترة معينة، صاحبها كان مستنيها، طبعا ما قدرش تتكلم. رجعت مع صاحبها على الطريق المركب تاني، وركبت العربية الميكروباص بتاعتها ورجعت. وطبعا اكيد احنا عارفين ايه اللي حصل جوه وايه اللي حصل، يعني في من جرائم الاعتداء والتحرش اللي بتتم داخل هذه الخيام. كمان انا اتذكر في نفس حاجة شبيهة بنفس القصة. كان في واحدة معروفة هي هناك، يعني كان المدمنين عارفينها بست مجذوبة من المجاذيب اللي هم موجودين هناك، كان بيشوفوها باستمرار موجودة في البؤرة. قصتها ايه؟ قصتها كانت واحدة مدمنة ومعها طفلتها الصغيرة رضيعة على ايديها، وراحت البؤرة دي لوحدها. كانت دايما بتروح مع جوزها، وجوزها طلقها، وهو كمان كان مدمن. وبعد ما انفصلوا هي بقت تروح لوحدها. وللاسف الشديد اليوم اللي هي حصل فيه الواقعة كانت معاها رضيعتها، كانت بتسيبها ساعات عند الجيران. في اليوم ده ما كانوش موجودين، فاضطرت ان هي طبعا اعراض الانسحاب شدت عليها. وده اللي بيسموه المدمن النشط. اعراض الانسحاب اللي هي بتؤدي بقى ل يعني فوران في الجسم بتخليه لازم ياخد الجرعات بتاعته في موعدها. خدت بعضها وراحت على البؤرة. ولما قابلت مرعي هناك اللي هو الدولاب الاولاني، طلب منها ان هي تدخل الخيمة، لان طبعا ما كانش معاها فلوس كافيه للمخدر. وللاسف الشديد دخلت وسابت رضيعتها بره الخيمه.
طبعا هو قال لها لا خليها هنا عشان ما تعملناش ازعاج جوه الخيمه، وخدها طبعا الخيمه وتم الاعتداء عليها. بعد ما خرجت فوجئت بحاجه غريبه جدا، انه الكلاب اكلت الرضيعه. متخيلين؟ ام اتغصب عليها ان هي عشان المخدر ان هي تعمل شيء خارج عن ارادتها وتسيب بنتها وتسيب طفلتها الرضيعه قدام باب الخيمه، وترجع تلاقي الطفله واكلاها الكلاب. انتوا متخيلين المشهد عامل ازاي؟ مشهد الام بقى اما تشوف واقعه زي كده، حاجه طبعا مأساويه، حاجه حزينه جدا. الست دي حصل لها حاله نفسيه اتجننت من المشهد اللي شافته ومن اللي حصل لها، واصبحت مجذوبه وكانت موجوده باستمرار هناك. طبعا بتاخد الجرعات بتاعتها، وما سابوها بقى خلاص، واحده اتجننت مفيش منها ضرر عليهم في حاجه، فسايبينها هناك بتاخد الجرعات. كان بيقابلها يمكن كمان فضلت قاعده في الخيمه، يعني سايبينها في الخيمه. وطبعا هم يا جماعه عشان برضو تبقوا عارفين ان المجموعات دي اللي هم التجار ما كانوش مقيمين في المنطقه دي، هم عاملين خيام واماكن لاستراحات ليهم، لكن هم كانوا من مناطق تبع التل الكبير في الاسماعيليه، وكانوا بيجوا هنا يبيعوا المخدرات على الظهير الصحراوي اللي قلنا عليه في بؤره السحر والجمال اللي هي تبع مصر اسماعيليه الصحراوي. هو كمان الدروب الصحراويه ان هو كمان كان معاهم هم المكن او ما الدراجات كانوا البخاريه العربيات دي الدفع الرباعي وعربيات الدفع الرباعي، ومعاهم المنظار الميداني. دي كلها كمان ادوات بتساعدهم ان هم يقدروا يخترقوا الدروب الصحراويه كويس. وكمان في ايام المداهمات اللي كانت بتتم قبل كده، قبل ما تنتشر البؤر الكبيره دي، كانوا بيعرفوا يهربوا. من ضمن الحكايات يا محمد اللي انا مش ناسيها برضو، لما انا رحت دولاب لوكشة كان معانا طارق في الوقت ده، كنت انا بشوف واحده ست وبنتها. الست دي انا فاكر كويس ان اسمها نسمة، وكانت بنتها عرفت ان اسمها كريمان. الست دي كانت يعني علاقتها بالناس دي كانت قريبة قوي، وانا وبينه وبينك في الوقت ده كنت عاوز اخدها مصدر ليا. كنت انا بحاول اقرب منها علشان ابدا اجندها تبدا تديني معلومات. ما انا برضو عاوز اخترق الناس دي، هخترقها ازاي؟ من خلال المصادر، من خلال الناس القريبة منهم. هبدا اقرب واعرف معلومات، واعرف لوكشا ده اسمه ايه، بيجي منين، بيبيع ازاي، مين المصدر اللي بيموله. حاولت بقدر الامكان اقرب من نسمة او اقرب من كريمان، ولكن واحد من النضرجية لاحظ الموضوع، قال لي الموضوع ده لو انت كررته تاني هيبقى اخر يوم في عمرك. ونسمة وكريمان انا من ساعتها اختفوا مني تماما، انا ما شفتهمش. كمان اترددت على الدولاب ده مع طارق، ولكن نسمة وكريمان انا ما شفتهمش تاني. هل هم بدأوا يترددوا تاني على لوكشة؟ هل لوكشة كان منتظرني انا اروح له علشان يبدأ بقى يعمل لي استجواب، وقد يكون الاستجواب الاخير معانا دلوقتي خطات الحدود اللي مسموحة ليا. ده اخر زيارة ليا كانت لدولاب لوكشة علشان اعرف خلاص ان المصير بتاعي ممكن يبقى ايه. ومن هنا بطلت اروح لدولاب لوكشة، وكانت الزيارة الاخيرة لدولاب لوكشة. بعد الاختفاء الكبير بتاع نسمة وكريمان بدأت انا ادور. فضول الصحفي دفعني ان انا اشوف البنتين دول اللي انا كنت عاوز اجندهم معايا يبقوا مصدر سري اختفوا فين. ومعلوماتي اكدت ان نسمة وكريمان تم قتلهم في طريق مصر اسماعيلية الصحراوي. لوكشة شك ان نسمة وبنتها كريمان هم اللي بلغوا عنه، لان في الفترة دي بدأت الحملات تنزل على دولاب لوكشة، وهنا كانت نهاية نسمة وبنتها كريمان. كمان كان في قصة بيحكيها أحد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كان بيحكي عن تجربته مع المدمنين، بيحكي يعني عن قصة الإدمان وخطورة الهيروين والإتجار في المخدرات. وكان بيتكلم عن أحد الضحايا كان ضابط شرطة في الفترة برضو اللي هي في 2016، وبيتكلم انه بيقول يعني الادمان ده بيصيب كل الناس. يعني ده يعني هو بيحكي القصة بيقول يعني مفيش حد مستثنى من شبح المخدرات وشبح الادمان خاصة الهيروين. وحكى قصته ان هو كان ضابط شاب وسيم جدا وشاب كويس ومجتهد في شغله،
واتعرف على ناس برضو من اصدقاء السوق، وبيدي نصايح. يعني الضابط كان بيحكي بيقول انه يعني ازاي ما نقعش في الوحل بتاع المخدرات. انه هو ضابط برضو شاب صغير وراح في سكه ما كانتش كانت نهايته الموت داخل بؤره السحر والجمال. اللي حصل معاه ان هو راح البؤره وكان معاه واحده صاحبته لشراء الجرعات، وكان معتاد ان هو بيروح البؤره، وكان حتى بيروح بلبسه الميري عادي، وما كانوش بيشكوا فيه لان هم عارفين ان هو مدمن يعني. واثناء تواجده هناك كان بيتكلم مع احد التجار، فما عجبهوش الماده اللي هي الماده المخدره يعني، فقال له انا لا خلاص انا مش عايز الماده دي وهروح على ابن عمك التاني. طبعا ابن عمه ده اللي هو الدولاب التاني اللي بعديه ب 100 متر. وهنا التاجر يعني بص له باستنكار، ازاي انت مش عاجبك الماده بتاعتي؟ وللاسف الشديد طلع طبنجته من جنبه وضربه عيارين طك طك كده زي ما بيقول، مات في خلص عليه. ساعتها. وما اكتفاش بكده، جاب البنت صاحبته طبعا قدام حوالي 400 500 واحد. زي ما قلنا الدولاب لما بيجي عدد يشتغل كبير عدد كبير جدا بيبقوا واقفين. وطبعا هو عمل كده لانه من ضمن القواعد ان انت اصلا ما تعارضش التاجر ده، انت ما تقدرش تعارض. فانت بقى هتعمل فيها حد بقى مهم بقى بالنسبه لي؟ لا، انت يا باشا تاخد حاجتك تاخد وتمشي. حاجتك من سكات. هتقول لي لا بقى وتعارضني وصوتك يعلى عليا؟ لا، انا ايه، هعاملك بمعامله الصحراء. ضربه بالنار، مات. اكبر صاحبته قال لها تاخديه في العربيه معاكي، ركبوه العربيه، خلى 2 مدمنين شالوه حطوه في العربيه وودوه للكمين الخارجي اللي هو على طريق مصر اسماعيليه الصحراوي، اللي هو بوابه القاهره بعد 30 كيلو. والبنت سلمت نفسها وحكت اللي حصل بالظبط. وبعديها على طول حصل حمله مكبره وتم استهداف طبعا البؤره وتصفيه الدواليب اللي كانت موجوده يعني في الواقعه دي. كان في واقعة تانية برضه يا محمد، احنا بنحكي الوقائع اللي الناس كانت بتحكيها، وما خفي كان أعظم. يعني صحيح. الحاجات اللي احنا مش عارفينها عن البؤرة الكبيرة دي أكبر من اللي احنا بنحكيه. كان في واقعة تانية اتقالت لنا، كان في واحد أخد مراته وبنته. احنا قلنا الإدمان ده هيخليك تعمل أي حاجة، يعني لدرجة إنك أنت يعني حتى مراتك. الشرف خلاص ما. الشرف، ما هي دي الواقعة اللي أنا عاوز أقول مم. لك عليها، خاصة بالشرف. الراجل ده كان يعني تقريبا معهوش حاجة، صرف كل فلوسه على المخدرات وعلى الكيف. خد مراته وبنته، قال لهم ان احنا هنروح مشوار يعني فسحة، هفسحكم، بس بالمرة ايه هتنزلوا معايا نشتري حاجة من هنا. طبعا هو ما كانش مفهمهم ان هو راح يشتري مخدرات. خدهم بالعربية، قابلوا النضرجي او المدمن ده اللي هو الديلر، قابلوا الديلر، خدهم على الدولاب. للأسف ما كانش معاه فلوس مم. تشتري الكيف الخام الكافي اللي هو هيكفيه الفترة المعينة. ما انت اول ما بتروح انت مش هتروح تشتري تذكرة، انت هتروح تشتري كمية تكفيك اسبوع، بحيث ان هي تعوض اللي انت مش عارف تجيبه من المكان الاساسي. لو احنا بنتكلم ان الجرام في السحر والجمال ب 100 جنيه، في القاهرة ب بره 400. فانت الفرق ده انت عاوز بقى ايه، تجيب كمية كافية. ومش هيفضل رايح جاي طول اليوم كل يوم. مش هتفضل رايح جاي كل يوم. خد مراته وبنته، دخلوا لقلب الصحراء، الكيلو ونص او 2 كيلو. ما كانش معاه فلوس، قال له طيب محلولة عندي، هسيب لي مراتك وبنتك. مم. دخلت مراته وبنته، طبعا الصويت، ولكن مين هيسمعك انت في الصحراء. خدهم داخل الخيمة، وطبعا عمل فيهم اللي ما يتعملش قدام الاب. الجرعات. قدام الاب اللي هو واقف مكتوف الايدي. هيعمل ايه؟ مراتي وبنتي مقابل الكيف بتاعي.